السلام عليكم. جبت طاسة وخليت بها كيلو كامل من تمن العنبر ونقعته. أنا اليوم جاية أسوي لكم كبة حلب، كبة تمن شو تصيحوا لها، بس سويتها هنا على الطريقة العراقية الأصيلة. طبعا جبت كيلو من لحم المفروم، هنا هاي نصين، بما أنه هو شوية دهين فراح أسويه بدون قطرة زيت، بما أنه هاي الطاوة همات مناسبة لهالشي فخليتها مباشرة بالطاوة وما التصق الحمد لله، لأن همات اللحم شوية دهين ذب دهن من عنده. فهلا اثنين بنات كلكم سوية صلوا على محمد وآل محمد وادعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واستغفر رب العالمين وتوبوا إليه وحمدوه وشكروا على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. أنا أكيد أحتاج كيلو من البصل، طبعا مقشرته خليته محضرة الطعام حتى أثر ثرو ناعم زين ويكون مختلط باللحم بصورة كلش حلوة. طبعا هاي محضرة الطعام مثل ما تلاحظون الواحدة من السنون مالتها السكينة مكسورة زين، فمدى ألقى من هاي محضرة الطعام اللي جدا ممتازة. صالها هواي عندي بس انكسرت سكينتها، ما أعرف مين أجيب السكينة، كتبولي مين بس السكينة نشتري، لأن الماكينة كلش ممتازة، الطاسة ممتازة زين. ما أعرف والله صراحة، يعني أريد وين ما أروح المحلات يقولون من بيعها سكينة مفردة. المهم بنات أخذني الحكي، خليت البصل على اللحم وطيته حمسة إلى أن ذبل، خليت عليه خاشوقة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، ضروري بهارات كبة و7 بهارات هنا أنا خلطتها. إذا تحبون أقول لكم شنو خليت كتبوا لي بالتعليقات، إن شاء الله أقول لكم. هاي الخلطة تجنن، في الشيرة هي بتخلوها بدون ما تخلون أي شيء، ممكن تكتفون بها لأن كل شيء بيها. 7 بهارات مفضلة عند العراقيين كلها. هنا أنا بنات خليت كشمش، بما أنه يعني كان أحد أفراد عائلتي رايد هالشي فخليت كشمش، وأنا كل أفراد عائلتي أصلا يحبون الكشمش الحمد لله فخليته. طبعا تقدرون تستبدلون الكشمش بالكرفس إذا ما تحبون الكشمش، تمام. أنا هنا خليته لأن احنا اجماع عندنا على حبه. رجعوا بنات صلوا على محمد وآل محمد حبيباتي انتو، خلي هاي الأوقات اللي نقضيها سوا بيها أجر مو ضياع إن شاء الله. بعد ما كملت الحشوة أبلش بالتمن ورا ما نقع تقريبا نص ساعة أترسى مي بهذا القدر، هذا قدر أول خط من الأصبع، تمام. وتخلون عليه بوتيتاية شوية كبيرة لأن عندنا كيلو من التمن، تمام يا روحي، تمام يا قلبي. بعدها بنات أخلي عليها خاشوقتين من الملح أو حسب الرغبة، أكو ما يخلون ملح كلش طبيعي عادي، انتو شنو مرغوب عندكم. خاشوقتين من الكركم زين حبيباتي، ونعطيها خلطة محترمة ونخليها تتهدر على راحتها إلى أن كل حباية تنفش وتشرب الماء وتستوي وتصير تمن عادي طبيعي، تمام. بس شوية معجن، هو بما انه تمن عنبر فاكيد يعجن على هاي الطريقة، تمام حبيباتي، تمام يا روح. طبعا كلها شمت ريحة التمن عنبر، فالاطفال صبيت لهم حسب طلبهم، قلت لهم تدللوا احسن ما ورا ما اعجن يطلبون، فقبل لا اعجن اصب لهم افضل. بعدها حتى اسهل علي العجن ايش سويت بنات، خليتها بمحضرة الطعام، بما انه هي محضرة الطعام يعني دا تخرب عندي، فقلت لا استغلها ابشع استغلال قبل لا ما اعرف انطيها او اشتري غيرها او اجيب السكينه مالتها. المهم جيت خليت كميه وطيتها دوره بمحضره الطعام وانثربت وانعجنت وصارت عجينه كلش حلوه، يعني سهلت علي كل شيء، احسن مما اني اظل اعجن في 3 ساعات تقريبا حتى كل تمنايه تتكسر وتصير هيك حبايتها. فاستغليتها بما انه محضرة مال الطعام هي تريد تعوفني، فأنا قلت خلي أثقل عليها بالشغل. المهم بين ما كملت كل الكمية ما شاء الله تبارك الله صارت عندي عجينة تجنن، بس مو معقولة من تعب نفسنا شوية، هم لبست الشفوف لأن انتوا دائما تقولوا لي لبسي شفوف زين، وعطيتها عجنة إلى أن تماسكت وصارت عجينة كبة محترمة. ما عجنت هواي صراحة لأن محضرة الطعام سهلت لي هواي شغل، حضرت الماء، حضرت اللحم اللي أنا أصلا مسويته وياكم سابقا، مو سابقا هسه بداية الفيديو سويته. وين اللحم؟ هذا اللحم، تمام. خليته بهذه الطاسات اللي تجنن اللي قلت لكم من بيج سنتر أنجلا، كلش مرتبة ما شاء الله تبارك الله. فتحت العجينة عادي بهذا الشكل سويتها على شكل كاسة وترستها بالحشو، والتشكيل دائري أو هاي اسطواني عادي، انتو شنو اللي تاخذ ايدكم. المهم تقفلون عليها وتخرجون الهواء من عندها كله، وبعدها تطوها الشكل اللي تريده، تمام. شوفوا لي جمال الكبة مالتنا،
كلكم سوية صلوا على محمد وآل محمد حبيباتي انتو. طبعا بنات هي الكبة راح تاخذ ايدك عليها من 3 كوباية. شوفوا يعني هسه هي العجينة مهما كانت صعبة بايدك من 3 كوباية راح تاخذ ايدك عليها، بس انتي اهم شي قفلي عليها وخرجي الهواء من عندها وطيها شكل وكبسة محترمة، وراح تصير لك احلى كبة ان شاء الله. بين ما اكمل كمية الكبة اللي عندي نسولف شوية حبيباتي الغاليات حول سؤال اجاني هواي على الخاص. شيف منار، بما انه انت دخلتي بقصة الامام الحسين عليه السلام، ففهمينا للاخير شنو اللي صار بكل من ساهم بمقتل ابا عبد الله الحسين واهل بيته واصحابه. طبعا هواي ظهروا ناس مطالبين بثار دم ابا عبد الله الحسين عليه السلام، ورفعوا شعار يا لثارات الحسين. وطبعا على رأسهم كان المختار الثقفي اللي قتل أغلبية من شارك في قتال أبا عبد الله الحسين، وعلى رأسهم عمر بن سعد وشمر بن ذي وعبيد الله بن زياد وحرملة. وكانت نهاياتهم مخزية بطريقة قتلهم، ألف الحمد لله والشكر. لكن بعد ثار أبا عبد الله الحسين لم يؤخذ، وإن شاء الله يؤخذ على إيد صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأن أتباع يزيد ما زالوا موجودين وارثين الحقد على محمد وآل محمد. فإن شاء الله يظهر صاحب العصر والزمان ويتفرزن الطيب من الخبيث إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. لأن شوفوا كل من يسمع قضية أبا عبد الله الحسين وواقعة الطف اللي صارت ومن أجل ماذا صارت كلها تتغير للأحسن. وهذا أقصى مراحل النجاح أنا أشوفه وجهة نظري. ليش؟ لأن انتقال معلومة واقعة الطف إلى نظام الإنسان الذاتي، نظام البدن، نظام العائلة، نظام المجتمع، نظام الأسرة. يعني إذا ما تعلمنا من قضية أبا عبد الله هذا الفشل بحد ذاته، إذا بقينا على نفس السلوك ونفس التصرفات ونفس العادات وما طورت من ديني، فأني ما عرفت قضية أبا عبد الله بحق. لأن أهل البيت مدرسة وجامعة كبيرة ومدفوعة الثمن، ثمنها كلش غالي، دماء غالية، تضحيات عظيمة لشهداء وأسرى ومحن وحزن ودموع، مو شي سهل مدرسة أهل البيت. فلازم تكون المعلومة من تنتقل للإنسان تكون معلومة مؤثرة بتأثير إيجابي، وهذا الواقع وهذا الشيء اللي الله عز وجل أراد بحدوثه. وهذا الحكي لكل إنسان يشعر بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشمول بهذه القضية وبهذه الثورة. لأن أبا عبد الله الحسين مدرسة وإحنا كنا طلابه. لا وشنو الطالب لازم ينجح، يسمع المعلومة ويطبقها بحياته إن شاء الله. أنا بنات ورا ما كملت أول صينية وثاني صينية وثالث صينية أخذناها للمجمدة. طبعا ضروري تبات يوم كامل حتى تجمد زين، وبعدها ما تبقوها بالصينية، لا لازم توخروها من الصينية حتى لا تتجمع عليها ثلج ومي. تمام، فنطلعها ونخليها بحافظات. فاجتني رسالة وانا دا اسجل تخلوها بكيس، انا راح اسوي شنو؟ اخليها بكيس بنات حبيباتي انتو. فعادي شنو الطريقة اللي محببة عندكم تخزنون بها الكبة خزنوها زين. هنا أنا اهم شي جمدتها، والتقلاء مالتها تنجح بالقلاية، تنجح بالدهن وما تخرب ابد. اهم شي انتو تمشون على المقادير اللي قلت لكم عليها حبيباتي انتو، ولا تخافين دائما من تسوين الكبة، لا تخافين، لان هدفك هو شيء حلو، هدفك انه توفير واشباع العائلة، فالله عز وجل راح يوفقك بهالشيء مهما كان بسيط حبيبتي. بالنهاية مع السلامة.